أكتر نصيحة مسمومة ممكن محاسب يبدأ بيها طريق الشهادات المهنية إنه يتقال له ابدأ بالأسهل عشان تمشي واحدة واحدة، تاخد ثقة في نفسك، تخلص بسرعة وما تزهقش وتكمل للآخر. النصيحة دي شكلها حلو وطعمها كمان حلو، بس نتيجتها في أغلب الأوقات إنك بتكون ضيعت وقتك ومجهودك في حاجة مش بتاعتك. الأسهل ساعات بيبقى هو أسرع طريق إنك تضيع وقتك ومجهودك فيه، لأنك ممكن تبدأ بحاجة سهلة بس ملهاش علاقة بالمسار اللي انت عايزه أصلا، فتقعد شهور تذاكر وتتعب وفي الآخر تكتشف إنك كنت ماشي في الاتجاه الغلط. للأسف فيه ناس بتجري ورا شهادات سهلة لمجرد إنها هتاخد لقب معتمد بسرعة وخلاص، بس بيكتشف في الآخر إنه صرف فلوس ومجهود في حاجة ما تخدمش هدفه الكبير، وهيلاقي نفسه لسه بعيد عن هدفه وهيبدأ تاني من الأول. وده لأن ببساطة السهولة كانت عنده أهم من الاتجاه اللي ماشيه. خد بالك إن الأسهل مش دايما هو اللي هيخليك تسيطر على مكانك في السوق. في شهادات تقيلة ومحتاجة طحن، بس قيمتها في السوق بتنقل مهاراتك في حتة تانية. فلو انت محاسب إداري، ليه تضيع سنة من عمرك في شهادة سهلة في المراجعة لمجرد انها سهلة مثلا؟ خد بالك ان المشكلة هنا مش في السهولة، المشكلة في معيار الاختيار من الأول، وإنك بتختار على أساس الأسهل مش الأنسب. ابدأ بحاجة مناسبة لمستواك بس في نفس الوقت مناسبة لهدفك، يعني بداية ذكية مش بداية سهلة وخلاص. أحيانا الطريق الأصعب هو اللي بيكون فيه الكنز الحقيقي، والتعب اللي هتعمله فيه وانت بتذاكر شهادة تقيلة بس شبهك أحسن 100 مرة من الراحة وانت بتذاكر شهادة سهلة بس بعيدة عن طموحك. وفرق كبير جدا بين واحد بيختار الطريق الأسهل وواحد بيختار الطريق اللي يخدم مستقبله. الأول بيدور على الراحة بس التاني بيدور على النتيجة. فما تخليش كلمة سهل تغريك، وخلي كلمة مفيد ومناسب هي اللي تحركك، لأن في النهاية مش كل طريق سهل يستاهل إنك تمشيه، ومش كل بداية سهلة هي اللي هتوصلك. ابدأ صح، مش تبدأ وخلاص، وابدأ باللي يوصلك مش باللي يريحك وبس.